بسم الله. هنبدأ الفكرة الجميلة دي النهاردة. هنعملها من صينية مكسورة زي ما انتوا شايفين، متكسرة من كل حتة. استخدمت اعواد خافض اللسان، استخدمت 8 اعواد بان انا عملت زوايا قايمة، وهبدأ اثبتها على زوايا الصينية اللي هي اتكسرت علشان اظبط شكل الصينية تاني، ويبقى عندي شاسيه كده اعرف اشتغل عليه. اي جزء زيادة من الزوايا دي هقصه زي ما انتوا شايفين كده، بحيث المهم يبقى عندي شاسيه حلو كده مظبوط اشتغل عليه. بعد ما هخلص الزوايا ال4 زوايا كده هثبتهم بالشمع، هبتدي بقى اغلف الصينية دي على الوش بتاعها كده بحتة قماش خيش. انا استخدمت قطعة كانت من البواقي عندي والله. النهاردة هستخدم حاجات كلها يعني متهالكة، وازاي هنطلع منها حاجة جميلة جدا. هبدأ اشدها كده على احرف الصينية، هثبت بشمع على الاحرف كده، وابدأ بقى اشدها كده بحيث ان هي تبقى مشدودة وحلوة معايا. ممكن تستخدمي اي نوع قماش تاني، يعني مش شرط يبقى قماش خيش. لو عندك اي قماش ينفع واجهة زي كده ممكن تستخدميه. هنشدها على الجوانب او الاحرف زي ما شفنا كده، وهنقص بقى الزيادات بالمقص. اي زيادة طالعة كده بره الشاسيه بتاع الصينية هنقصه بالمقص. برضو بحتة من خيط الخيش، ممكن تستخدمي اي نوع خيط تاني. هبدأ بقى امشي على الاحرف كده بحيث اظبط الشكل برضو، وهيديها برضو متانة. وممكن برضو نستخدم اي نوع خيط او اي شريط عندك متاح، حتى لو من ملابس قديمة، بس حاجة يبقى شكلها حلو زي الجوبير والكلفة والحاجات دي تستخدميه. هنجمع اي حاجة عندنا ممكن نطلع منها او ممكن نستغلها في حاجة من الهاند ميد ونشيلها. انا بعمل كده وفعلا بلاقي لها وظيفة وبلاقي لها استخدام. انا عملت صفين من خيط الخيش، وانا مسرعة المقطع جدا علشان وقتكم. والخلفية هحط لها قطعة قماشة سمرة عادية جدا، كانت من بنطلون قديم عندي، ثبتها على الخلفية من ورا. دي بقى ظبطت معايا الشكل جدا واديتها متانة وخلتها بصوا مظبوطة جدا. ده بقى فرع ورق شجر صغير كان عندي، قصقصت منه كده اوراق الشجر بتاعته، وهبتدي احطها بشكل عشوائي كده على الحدود كلها. بصوا بقى شكل الورق الاخضر مع اللون البيج بتاع الخيش تحفة، جميل قوي. انا فكرت الاول اعمل زاويتين او ضلعين بس، واسيب ضلعين فاضيين احط عليهم حاجة تانية، بس لقيتها هتبقى زحمة قوي، فلقيت ان انا اعملها كلها بالورق الشجر هتديها منظر طبيعي وحلو قوي. دي برضو ورود بلاستيك كانت عندي في فرع قديم جدا، شلتها واحتفظت بيها واستخدمتها كده، بقت تحفة قوي برضو مع الشكل ده. ودي مراية كانت في علبة اي شادو قديمة عندي، العلبة دي اصلا خلصت واتكسرت. اخدت بقى المراية دي ولزقتها كده في النص، ثبتها بالشمع، ثبتت معايا كويس قوي. وبواقي قطعة الخيش اللي استخدمتها قصقصتها على شكل اوراق شجر كده، واحطها في الزاويتين اللي قصاد بعض على المراية. بصوا يعني الافكار بتجيب بعضها وانت شغالة، مفيش شروط ومفيش اساس. كل حاجة ممكن تغيريها وانت بتشتغلي، انت بتشوفي ايه اللي هيبقى لايق، ايه اللي هيبقى جميل، وتبتدي تشتغلي. وبرضو حطيت فصين كده على المراية في الزاويتين، واستخدمت لها علقة من خيط الخيش وثبتها على قطعة قماشة. ودي النتيجة. بصوا بقى المراية القمري الجميلة دي اتعملت من ايه، شكلها تحفة والله، ومتينة جدا وعملية، وهتضيف لأي مكان هتحطيها فيه. شكل الخضرة مع خيط الخيش مع الفصوص جميلة مع المراية، بجد شكلها رايق أو جميل. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم. عملناها فعلا من حاجات كانت هتترمي، يعني الصينية زي دي كان ممكن نرميها، بس استخدمتها وطلعت منها حاجة حلوة قوي، تحطيها بقى في الحمام، تحطيها في الأوضة، بجد حلوة قوي.